السلام عليكم. أهلا بيكم في درس جديد وشرح جديد من شروحات قناة استوديو المواهب. معاكم محمد عادل. موضوع شرح النهاردة عن ضبط جين المايك في كارت الصوت، وإيه الفرق بين الجين والفوليوم عشان تكون ملم بكل شيء خاص بالريكورد عشان تقدر تسجل الصوت بطريقة صحيحة. الأول قبل ما أقولك إزاي تظبط الجين بتاع كارت الصوت، تعالى الأول أقولك إيه الفرق بين الجين والفوليوم عشان تكون فاهم وظيفة الجين وانت بتسجل. لو جينا بصينا كده للكارت الصوت ده كارت صوت فوكس رايت سكارلت، ده من ضمن كروت الصوت اللي هي منتشرة حاليا، كروت المناسبة للهوم استوديو او الاستوديوهات الصغيرة. في حاجات تانية موجودة زي الام اوديو، البرسونيس، وفي الستيمبرج، في انواع كتيرة موجودة في الرينج ده. لو جيت ركزت كده معايا على شكل الكارت، هتلاقي عند كل مدخل مايك هتلاقي زرار جين، وهتلاقي زرار تاني خاص بالفوليوم بتاع الصوت. باختصار كده، الجين هو صوت الانبوت والفوليوم هو صوت الاوتبوت، يعني ده بتتحكم في اشارة الصوت اللي داخل، والفوليوم بتتحكم في اشارة الصوت اللي انت هتسمعه اللي خارج للسماعات. اشارة الصوت بتدخل من المايك عن طريق المدخل، وبتتحكم في الاشارة اللي داخلة من زرار الجين ده. اشارة الصوت بتدخل من المايك للكارت، بيحصل عملية تحويل للصوت علشان يستقبل الكمبيوتر، يستقبلها كإشارة رقمية، بتمر بالكمبيوتر عشان تحصل عملية المعالجة. الصوت لو جينا فتحنا أي انسيرت من دول عشان نستقبل الصوت اللي جاي من المايك، بتختار المدخل بتاعك والصوت بيمر عشان يدخل على الماستر ويخرج الصوت ويستقبله الكارت تاني، ويخرج من مدخل السماعات وتتحكم في الصوت من زرار الفوليوم ده. طيب لو انا عليت الجين والاشاره دخلت عاليه للكمبيوتر، اصبح ان انا هسجل الصوت اشارته عاليه كليبنج او الصوت فيه ديستورشن. لو انا جيت وطيت الصوت من الزرار ده مش هيحصل اي تغيير، هوطي الصوت بالديستورشن اللي موجود جواه، ولو عليته هيعلى بالديستورشن، يعني الاشاره بتكون مشوهه. طيب انا اظبط الجين ازاي عشان اسجل الاشاره تكون مظبوطه معايا؟ لو جيت بصيت كده الاشاره الجين عند النص بالشكل ده كده، في الكروت اللي هي الفوكس رايت دي بيبقى موجود الاضاءه حوالين الزرار. الاضاءه اللي موجوده دي كده بتختلف من كارت لكارت. زي مثلا لو جينا بصينا على الكارت الام اوديو، هتلاقي الاشاره بتاعته عباره عن ميتر موجود اشاره باللون الاخضر، تكون الاشاره جيده. لو الاشاره علت شويه للون الاصفر بقت علت عن الحد المسموح، ولو باللون الاحمر بتكون الاشاره كليب او الاشاره زياده عن المسموح بيه وبتكون ديستورشن. نفس النظام موجود هنا في الكارت البرسونيس. ولو رجعنا كده تاني للكارت الفوكس رايت، هتلاقي اللون الاخضر حوالين الزرار، ولو زادت عن المسموح بيكون اللون ده باللون الاصفر، ولو كليبنج بتبقى باللون الاحمر بالشكل ده وبتكون ديستورشن والاشاره زادت عن الحد المسموح، ويجب عليك انك انت تقلل الصوت الجين شويه من هنا. طيب لو انا بسجل وواقف سايب المسافه الكويسه قدام المايك وبأدي بأداء كويس واللون لسه اخضر، هفضل اعلي فوق النص بشويه بشويه. وكمان لازم بكون فاتح فيو ميتر ومتابع الميتر بتاع البرنامج، يعني بكون باصص على الاشاره هنا واصله لحد كام، وبكون فاتح اي فيو ميتر عشان اقيس عليه اشاره الصوت اللي داخله، بحيث ان انا اقدر اظبط زرار الجين بافضل مستوى يناسبني ويناسب الاداء اللي انا هادي بيه. طيب الفيو ميتر بيكون المقياس بتاعه يختلف عن مقياس البرنامج او الماستر، لان بيبقى فيه اختلاف في القياسات. طبعا هنتكلم عنها في الشرح اللي جاي، هيكون عن طريقة الجين ستيجنج، هنعرف ازاي نقيس الاشارة بالفيو ميتر، وايه الاختلاف بين البيك ميتر والفيو ميتر، وازاي نعمل جين ستيجنج داخل برنامج اف ال ستوديو، لانه بيختلف عن برامج كتيرة تانية. طريقة الجين ستيجنج مختلفة عن البرامج التانية. اتمنى يكون الشرح استفدتم منه. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويدعمنا بلايك وكومنت تشجيعي، تفعل الجرس عشان يوصلك كل ما يخص الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.